افتح معايا اعدادات القناة بتاعتك فورا دلوقتي. خش دلوقتي على استوديو منشئ المحتوى وخش على الاعدادات، ومن الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديو. بعد ما تخش على الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديو خش لي على الاعدادات المتقدمة، ولو لقيت الدبلجة التلقائية عندك مكتوب عليها كلمة تفعيل دوس عليها فورا وفعلها دلوقتي حالا حالا واحنا بنتكلم. هتلاقي الاختيارات دي كلها هتقول له مراجعة الدبلجة باللغات التجريبية فقط وتدوس حفظ. طيب احنا ايه اللي احنا عملناه؟ انت عملت افضل اعداد في قناتك، بس عايزك تصلي على النبي وتذكر ربنا. اللي انت عملته دلوقتي ببساطة شديدة ده بيستخدمه افضل اليوتيوبرز في العالم، زي مستر بيست وزي اليوتيوبرز الكبار اللي عندهم فوق ال 100 مليون وال 200 مليون مشترك. الميزة حضرتك اللي انت فعلتها دي تقدر ببساطة شديدة من خلالها ان الفيديوهات بتاعتك تترجم لجميع لغات الدول في العالم، يعني تترجم للألماني للفرنساوي للإنجليزي. بس الميزة دي يوتيوب لسه شغال عليها وشغال على تطويرها، وهيجي اليوم ان شاء الله في خلال السنة دي الميزة دي هتكون شغالة عندنا. والميزة دي ببساطة شديدة هتخلي فيديوهاتنا توصل لجميع دول العالم، يعني توصل لأمريكا، توصل لكندا، توصل لإنجلترا، توصل لألمانيا، توصل لفرنسا، توصل لكل الدول، وبالذات الدول الأوروبية. وطبعا مش محتاج أقول لكم ده هيعود علينا بإيه. ده هيعود علينا بأرباح أكتر، مشتركين أكتر. وركز لي على كلمة أرباح، لأن أنت ما تعرفش إن ال1000 مشترك لو جولك من أمريكا أنت ممكن تاخد قصادهم ولا 5 ل 10 دولار. أنت متخيل معايا؟ بينما ال1000 مشاهدة لو جات لك من مصر أو الوطن العربي بتلعب لها فرنج من نص دولار لدولار. أنت فاهم؟ وممكن كمان توصل ل 20 دولار، لو يعني في بعض الأحيان ال1000 مشاهدة ممكن توصل ل 15 20 دولار في أمريكا وفي فرنسا وفي ألمانيا. تمام. فالميزه دي بيستخدمها يوتيوبر زي مستر بيست. مستر بيست بيدفع لناس الاف ايه ملايين الدولارات عشان يترجموا له الفيديوهات بتاعته لاكتر من 34 لغه. انت لو دخلت لاي فيديو لمستر بيست هتلاقيه مترجم ل 34 لغه، يعني حرفيا متارجت العالم كله. يوتيوب بدأ ياخد الميزه بتاعت مستر بيست دي وبدأ يطبقها على قنوات الناس الغلابه اللي زينا، الناس اللي معاش فلوس انها تدفع الاف الدولارات او ملايين الدولارات لناس يجوا يحطوا يعني الترجمة الصوتية بتاعتهم وكده. بس صعب جدًا، يعني صعب إن أنت تدفع مبلغ كبير زي ده وبالذات في بدايتك. أنت فاهم؟ فيوتيوب عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي هيضيفه هيخلّي إن الترجمة بتاعتك أو الترجمة بتاعة الصوت يبتدي تتّرجم، يعني صوتك يتّرجم لأكتر من لغة، فبالتالي الفيديو بتاعك يوصل لأكتر من منطقة في العالم. التحديث ده لو تم زي ما أنا عايز وزي ما في دماغي، أنت ممكن قناتك تحقق ربح في الشهر ولا أكتر من 50 ل100 ألف دولار. أنا فكرة أنا عارف أنا باقول لك إيه، لأن ببساطة شديدة فيديوهاتك أصبحت مترجمة، فبالتالي المشاهد اللي جاي لك من أمريكا أو من ألمانيا أو من فرنسا أو من أي دولة أوروبية. تمام. وليه باحدد الدول دي بالتحديد؟ لأن الدول دي الRPM فيها عالي جدًا، 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 جدًا فوق ما تتخيل، فوق ما أنت دماغك تجيب. فالميزة دي تأكد مليون في المِيّة إن أنت مفعّلها في قناتك، لإن هي حاليًا يوتيوب شغّلها في كام دولة في أوروبا. هو يوتيوب دايمًا أي تحديث بينزّله بيبتدي في البداية في أوروبا، بعد كده بينقله للوطن العربي. فأنت تأكد إن أنت مفعّلها عشان إن شاء الله بأمر الله هييجي اليوم اللي أنا هاطلع فيه وأقول لك يا جماعة الناس اللي فعّلت التحديث ألف مبروك، خلاص التحديث شغّال زي الفل واتطبّق عالميًا. فشكرًا كتير ليكم، وتأكدوا إن أنتم متابعين محمد علاء المرجع الأول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب. السلام عليكم، باي، باي. ولو عندك أي سؤال اكتبه تحت في الكومنتات وإن شاء الله نعمل لك فيه أي فيديو أنت عايزه. سلام عليكم.